انا محمود فادي، والنهارده بقدم لكم نصيحه جديده مع برنامج رحله مع كلبك. النصيحه بتقول الاكل وحاسه التذوق بين الدراي والفريش بالنسبه للكلب. انا عاده كمحمود دايما بفضل دراي فود في السن الصغير بتاع الجرو. في ناس الكلب بيبتدي يصعب عليها فتبتدي وهي بتاكل دراي فود تدخل اكل تاني جانبي زي ايه. مثلا النهارده جبنه، تاني يوم كوسه، بطاطس، فراخ، رابع يوم لحمه. فتبتدي تعمل ايه للجرو؟ يبقى عنده حاسة تذوق، يبقى ده دراي وده بطاطس وده كوسة وده لحمة وده فراخ، فيبتدي يستطعم الأكل. ولما الكلب يبتدي يستطعم الأكل ممكن تلاقيه بعد كده ما يحبش ياكل أنواع معينة من الأكل. ليه؟ لأن مثلا زي ما اجي اقول لك تاكل مثلا شيبس بطعم الفراخ ولا تاكل فراخ، فكلب لا اكل فراخ. فلو كلب كل فراخ ممكن بعد كده ما ياكلش دراي فود، لانه بالنسبه له بعد كده ده شيبسي بطعم الفراخ. فمهم جدا وهو صغير ركز اللي هو يبقى اكل ثابت، ما تغيروش، ما تنوعلوش انواع كتير اوي، ما تبنيش حاسة التذوق للكلب عشان ياكل كويس ويفضل بصحة كويسة. وطبعا طبعا اكيد مع دكتور. تابعونا في كل جديد، واوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتنا عشان تشوفوا حلقاتنا الجديدة.